الفيديو ده فيديو عزومة، يعني فيديو مجمع لأكتر من 4 أو 5 أصناف جامدين جدا في العزومات. ركزوا معايا بقى عشان الفيديو ده سريع جدا. أول حاجة الطبق الرئيسي كان عندي وهو الورك الرومي. الورك الرومي ده بيبقى وزنه 3 كيلو. بغسله تحت المية كويس جدا، بعد كده بحط عليه ملح، كمية ملح كبيرة، وليمون، وبسيبه منقوع شوية. دلوقتي هنا كان عندي ممبار، ده كيلو الا ربع من الممبار، ممبار بلدي. بجيبه بشطفه كويس وبعصر عليه ليمون. عندي بقى كمية اللحمة اللي انا هستخدمها. طبعا انا دول 3 كيلو لحمة، هعمل منهم جزء للعزومة، وجزء انا كنت هشيله بفرمه وبشيله في الفريزر. فطبعا انا بجيب اللحمة كلها قطع، وانا بفرم لوحدي يعني براحتي في البيت، والكمية اللي انا عايزاها، لان انا المتحكمة في نسبة الدهون كمان اللي انا بضيفها للحمة المفرومة. ففرمنا بقى اللحمة المفرومة كده كلها، وبدأت أقسمها. هاخد جزء منه هعمل كفتة، هعمل بوريك تركي، هعمل وصفات تانية كتير باللحمة المفرومة. فركنت الجزء اللي أنا هحتاجه، والسمبوسة كمان. ركنت الجزء اللي انا محتاجاه، والباقي قسمته في اكياس في الفريزر على حسب احتياجي. دلوقتي الورك بتاعي بعد ما حطيت عليه ملح شويه، رحت ونقعته شويه، سوري، شطفته كويس جدا. وكمان انا عامله له فتحات وتشققات من النص، من تحت الجلد، علشان تشرب كويس قوي من التتبيله اللي انا هعملها. هنعمل دلوقتي محلول نقع مهم جدا للطيور، ومهم جدا لاي طيور هتعمليها. محلول النقع عبارة عن ايه؟ مية عادي من الحنفية، 2 ليمونة، عصير برتقانية، معلقة من السكر كبيرة، معلقة كبيرة من الملح. ممكن احط 3 4 ورقات لورا، معلقة جنزبيل صغيرة، فلفل اسود صغير، معلقة صغيرة فلفل اسود. واي منكهات انت حباها، ممكن تحطي حبهان، ورق لورا، فلفل اسود، ملح، سكر. ممكن تبشري شوية جوز الطيب، اللي انت عايزاه حطيه في المية. خلاص. بعد ما عملنا المحلول النقع ده، انا بعمله في اي طيور انا بتبلها قبل ما اتبلها، سوري. وهفضل احط فيها الورك ده، وهبدا قشر الليمون ده احطه على الجلد ومن تحت الجلد عشان ينكه لي الورك، وبسيبه 3 4 ساعات في في الميه دي. انا بقى جبت كميه الخضار اللي انا محتاجاها في خلال العزومه. يعني محتاجه كميه بصل كبيره بجهزها بفرمها. على فكره كل التجهيزات دي كانت قبل العزومه بيوم. لازم تعملي ده قبل العزومه بيوم، ما ينفعش في نفس اليوم خالص. خلاص. الخضار بقى اللي هتبل بيه الورك ده: طماطم، بصل، فلفل رومي، 3 4 فصوص من الثوم، كوبايه كامله من عصير البرتقال، هريسه شطه. يعني اي خضار انت حابه تضيفيه. هنقول تاني: بصل، طماطم، فلفل رومي، عندنا توم، جزرايه، كمان ربع كوبايه من الزيت، وكوبايه من عصير البرتقال الفريش. هخفق المكونات دي كلها على بعض، وهبدأ اعصرها بمصفى ضيقة جدا، علشان انا عايزة المية بتاعتها. بصوا لون المية بتاعت التتبيلة خرافة. هزود لها شوية خل صغيرين، وشوية من الصويا صوص، قد ربع كوباية صويا صوص، وربع كوباية دبس الرمان. خلاص، يبقى زودنا خل، صويا صوص، دبس رمان. تمام. ادي دي التتبيله بتاعتي، هقلبها، ومعلقه صلصه، معلقه كمان صلصه. التوابل بقى: هحط ملح، فلفل اسود، شويه من الجنزبيل البودر، شويه من بهارات الدجاج، معلقه صغيره من الكباب الصيني. يعني انا كان في فيديو منزلاه قبل ده، عملت الاوراق الرومي، فكنت متبله بنفس التتبيله. تمام. وبعد كده اسيب بس انا لسه سايبه الورك منقوع في محلول النقع اللي هو الميه. خلاص، تعالوا نعمل الكفته بسرعه. عندي كيلو من اللحمه المفرومه، هبشر عليه بصلايه واحده متوسطه بس هعصرها من الميه، عليه ربع من اللي هي الضاني المبشورة، وكمان عندي ربع كوباية من البرغل اللي منقوع في مية سخنة. يعني أنا بجيب كده ربع كوباية من البرغل، وبنقعها في مية، وبعد كده بصفيها لما تطرى. بصفيها كويس جدا. حتى البصلاية المبشورة دي صفيتها من ميتها. وكمان كم حاجة كده من البقدونس، حاجة بسيطة من البقدونس بحطها. التوابل: بحط بهارات كفتة، بحط بهارات لحمة، ملح، فلفل اسود، شوية جوز الطيب. واهم حاجة خلطة كفتة الحاتي، باخد منها معلقة واحدة كبيرة. خلاص. ممكن احط معلقة صغيرة من الكباب الصيني، وطبعا الملح والفلفل الاسود. تمام كده. هعجن بقى كل المكونات دي علشان اسمغ الكفتة كويس جدا. وضفت لها معلقة صغيرة من البابريكا علشان تديها لون حلو. هي دي التوابل اللي انا حطيتها للكفتة. هنبدأ اعجنها كويس جدا جدا علشان تتسمغ معايا.
وانا هشيلها كده معجونة كويس كده، هغطيها واحطها في علبة واشيلها في التلاجة. تاني يوم هصبحها على طول قبل الضيوف ما يجوا، تمام، عشان تكون متماسكة وجميلة. تعالوا بقى نروح على النار. هبدأ اعمل ايه هنا يا جماعة؟ هبدأ بقى اعصج اللحمة المفرومة اللي انا هستخدمها في كذا وصفة. طيب هنعصج اللحمة، بحط طبعا سمنة بلدي ومع شوية زيت. بنزل بكمية البصل قد كمية اللحمة المفرومة. لو هعصج كيلو من اللحمة المفرومة، هعصج قصاده على طول كيلو من البصل المبشور. البصل لازم ياخد لون ذهبي، انا لازم البصل عندي ياخد لون ذهبي الاول، وبعد كده انزل باللحمة المفرومة. خلاص، بعكس ناس بلاقيهم بيحطوا لحمة مفرومة قبل البصل، بصراحة بتبقى طعمها مش حلو. اللحمة لما بتتقلب مع البصل المكرمل الذهبي ده، بتاخد من طعم البصل وبتبقى طعمها فظيع. طبعا اللحمة المفرومة بتتعصج على نار عالية، مش نار هادية خالص، علشان ما تنزلش السوائل بتاعتها. بفضل اقلبها، بحط لها يعني واحدة كده فلفل رومي او فلفلاية حامية، واحدة بس كده، بتديها طعم ونكهة حلوة. انا النهارده مش هعمل مكرونه بشاميل، انا هعمل وصفات تانية باللحمه المفرومه. هحط ايه بقى؟ ملح، فلفل اسود، بهارات لحمه، شويه من جوز الطيب، وشويه من الكزبره. بس هما دي التوابل اللي انا هستخدمها للحمه المفرومه. بشوحها على نار عاليه علشان تتفرول كده وتكون مستويه من غير ما تنزل اي عصاره خالص. وكده استوت اللحمه المفرومه. هنا بقى ببشر بتاع 4 بصلات كده مبشورين او مفرومين ناعم، بشوحهم في زيت وسمنه. خلاص، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل خلطة الممبار. فلازم البصل برضو يتكرمل. دول 4 بصلات كبار، هنزل عليهم بمعلقة من هريسة الشطة، معلقة كبيرة، انا بحب الممبار مشطشط. خلاص، هنزل عليها بعد كده بكيلو من عصير الطماطم، ومعلقتين كبار من الصلصة، صلصة الطماطم. يبقى نزلت بالبصل شوحته، بعد كده هريسة الشطة، بعد كده معلقتين كبار من صلصة الطماطم، وهحط رشة سكر عشان تعادل الحموضة بتاعت الطماطم. وهنزل كيلو او لتر من عصير الطماطم. تمام، دي طماطم ببقى مخزناها في الفريزر وبس، بطلعها على طول قبل الاكل. هشوح كده الطماطم تتسبك مع الخلطة اللي احنا عاملاها الجميلة دي. بكون غاسلة 2.5 كوبايات من الرز، ده لكيلو الا ربع من الممبار. 2 كوبايات من الرز الابيض مغسولين ومنقوعين جنبي. التوابل بحط معلقة صغيرة من بهارات المحشي، فلفل اسود معلقة كبيرة، معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من مرقة اللحمة، بهارات لحمة، وشوية من القرفة صغيرين جدا، وجوز الطيب. خلاص، جوز الطيب النهارده معانا في كل الاكلات، بس انا بحب احطها على الاكلات اللي فيها لحوم اكتر من الفراخ. خلاص، بعد كده حطيت الرز وقلبته، وبعد كده هنزل بالخضره. الخضره زي ما ببقى مخزناها في الفريزر، بطلعها على الاكل على طول. يعني بصوا، بطلعها بكسر منها كده بالمعلقه واخلطها على طول في الخلطه بتاعتي. عملنا كمان خلطة الممبار، وكمان هنحشيه ونجهزه ونسلقه، والصبح هنحمره. خلاص، هنا بقى الورك الرومي بعد ما كان قاعد في محلول النقع 3-4 ساعات كده، خدته بقى هنقعه في التتبيلة اللي احنا عملناها من شوية. جبت صينية واسعة كده واحط فيها بقى التتبيلة، واغرق الديك من جوه ومن بره ومن كل حتة، وهغطيه بالاسترتش راب، وهحطه في التلاجة لتاني يوم الصبح هنسويه. الممبار بقى جبته، لازم الخلطة تبرد قبل ما تحشي الممبار. الممبار انا مش بقلبه ولا الكلام ده كله، الممبار من جواه فيه نسبة من الدهون، بتخلي الرز بتاعي يطلع مفلفل وطعمه جميل. هو متنضف نظيف، انا بدعكه بغسله بليمون، مش ملح ومش خل. الممبار ما يتحطش عليه خل يا جماعة، هيتقطع ويتهري منك. هو يتحط عليه ليمون بس، وما يتحطش عليه ملح. خلاص، حشيت الممبار، بس انا هعمله بممبار بوبس عشان يكون كور كده صغيره ولذيذه، ويقدر اي حد ياكلها بالشوكه من غير بقى ما يبقى شكلها او احجامها كبيره. خلاص، هبتدي اجيب خيط واربطه، نربطه كده حلقات. خلي بالكم الحلقات دي هتكش، وهتكون معايا كور صغيره. الميه بتاعتي حطيت ميه تغلي، حطيت ورق لورا، ملح، فلفل اسود، كزبره، شويه من بهارات المحشي، وشويه شطه في الميه غلت. هنزل على طول بالممبار بتاعي. ما تمليش الممبار قوي، حاولي لما تحشيه تبططيه وتخرجي الرز الزياده، بدل ما ينفجر في الحله. وخساره، الممبار بقى غالي دلوقتي، فبدل ما تهدري منه. انا طلع كله معايا سليم،
محصلش فيه اي حاجه. بصوا اول ما بينزل على نار عاليه، بعد كده بهدي النار على نار درجه حراره زي الشمعه، وبسيب غطا الحله موارب مهوي شويه عشان الممبار ما يفرقعش. الممبار بيقعد في السلق ساعه الا ربع بالظبط. هنا بقى عندي بصلايه متخرطه متقطعه كده على ايديا قطع، هنزل عليها بمعلقه سمنه كبيره واسيبها تتشوح، وطبعا معلقه زيت. اسيب البصل يتحمر كويس جدا ويكرمل، وهنزل بقطع اللحمه اللي عندي. هنعمل طاجن لحمه بالصويا صوص ودبس الرمان رهيب. هشوح بقى اللحمه في البصل المكرمل علشان تاخد من طعم البصل ومن لونه. هنزل بفلفلايه واحده بس متقطعه قطع برضو، وهشوحها مع اللحمه. اعملوا لايك بقى ربنا يخليكم لان انا تعبت خالص. اعملوا لايك اسفل الفيديو لان الفيديو ده تعبني في تصويره وفي المونتاج وفي التسجيل، يعني تشجيع منكم ليا. هشوح بقى اللحمه دي في البصل وفي الفلفل، وبعد كده هنزل ب2 طماطم متقطعين مكعبات خلاص، وكله على نار عاليه علشان اللحمه ما تنزلش اي عصاره. يلا بقى لو عندك عزومه شوفي الوصفات وان شاء الله تعجبك. حطيت معلقه صغيره من هريسه الشطه، وكمان هحط معلقه صغيره من صلصه الطماطم خلاص عشان تدي لون احمر. الطاجن ده بيطلع مسبك كده وحلو. وربع كوبايه من الصويا صوص، والصويا صوص دي غامقه ففيها نسبه ملح خلي بالكم. وهقلب المكونات دي. جنبي ميه بتغلي، بعد كده هنزل بالميه. الميه تكون في نفس سوى في نفس سوى اللحمه. التوابل اللي انا استخدمتها حطيت حبهان اساسي، الحبهان ملح فلفل اسود كزبره بهارات لحمه، يبقى ملح فلفل اسود كزبره بهارات لحمه وحبهان خلاص. وشوحت وسبته بقى غطيت عليها وسبتها على نار هاديه تستوي. هنا عندي خدت جزء من اللحمه المفرومه ضفت له جبنه موتزاريلا، وهبدا اعمل سمبوسه. كل ده في اليوم اللي هو قبل العزومه لازم بعمل كل ده. بكون حاطه منيو الوجبات جنبي مكتوبه في ورقه، وكل وصفه بجهزها بعمل عليها علامه صح علشان ما انساش حاجه. هنا بقى عندي معلقه نشا مدوبه في شويه ميه. هجيب بقى قطعه من السمبوسه وركزوا معايا في طريقه اللف. بصوا بحط حبه كده وببدا الفها بالشكل ده، واخر الورقه اقفلها بالنشا اللي انا عاملاها واقفلها. عملت كميه السمبوسه كلها، غطيها برضو بستريتش راب وعلى التلاجة على طول، وتاني يوم هنحمرها. وهقول لكم طريقتي في تحمير السمبوسه عشان انا مش بقليها. تعالوا بقى تاني يوم عملنا طلعنا كده الديك القمر ده الورك يعني، حطيت بالصوص بس قللت شويه من الصوص اللي كان فيه خلاص. وهنا الممبار اتسلق. اللي هنا الورك دخلته على درجه حراره اعلى درجه حراره في الفرن لمده نص ساعه، وبعد كده هياخد ساعه ونص على درجه حراره هاديه 200 ومتغطي عليه، يعني انا قفلته بورق فويل تمام. اخر 10 دقايق لما اجي اطلع الورك برفع ورق الفويل واديله لون تحت الشوايه. هنا الممبار كان اتسلق وقصقصت الفواصل وخليته كور خلاص. وهنا طاجن اللحمه بقى تاني يوم حطيت بقى اللحمه بالصوص بتاعها، ما بتكملش على النار ساعه تكون استوت ودايبه. وما تنسوش التوابل والملح خلاص. تاني يوم بعد ما استوت بروح بقى حطيتها في طاجن، وهرش عليها دبس رمان من على الوش، وهدخلها الفرن تستوي جنب الورك على طول. هتقعد في الفرن بتاع نص ساعة لغاية ما تتحمر. انا رشيت عليها من على الوش شوية جوز الطيب. هنا بقى الممبار بعد ما قصقصته بصوا بقى شكله كله كور وتحفة، مفيش ولا واحدة اتفتحت في المية، كله مظبوط جدا خلاص. هنا عملت البوريك التركي وهسيب لكم الوصفة دي عشان الوصفة دي طويلة، هسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس اللينك بتاعها، او اكتبوا لي في الكومنتات وانا ابعت لكم اللينك بتاع البوريك التركي. وهنا الطاجن بعد ما استوى في الفرن اتسبك ومظبوط. انا بغطيه كده واسيبه عشان لما يجوا الضيوف انا هسخنه تاني. بس بصوا الطاجن حكايه خلاص. عملنا تاني؟ الورك كمان استوى، بس انا بعمل حاجه بعد ما يستوي بخلي الوش بتاعه من تحت عشان يفضل يحتفظ باللمعه بتاعته من الصوص اللي نزل. اللحمه بقى تاني يوم بديها عجنه كده، بصوا متماسكه ازاي، بديها تقليبه وعجنه بايديا وابدا اصبحها. طبعا انا تاني يوم بسوي الحاجات اللي هي هتاخد وقت اطول في التسويه، والحاجات اللي هي مش هتاخد وقت او هتاخد وقت قليل دي بعملها قبل ما الضيوف ما يجوا على طول. فانا طبعا سويت الورك الاول قعد معايا 2.5 ساعة في الفرن، اخر 10 دقايق بشغل الشوايه عليه ياخد لون. الكفته بصبحها
وبدهنها زيت من على الوش. بعد ما اصبعها ببل ايديا بميه بصل واصبعها واحطها في فرن حامي تحت شغال فوق وتحت، واقلبها تحت الشوايه. وبعد ما ما بتكملش ربع ساعه وبتطلع. السمبوسه كذلك برشها بدهنها بالزيت، بدهنها بالفرشه بالزيت، وبحطها في الفرن تحت الشوايه، بس الشوايه شغاله على الهادي والفرن شغال على درجه حراره عاليه. تطلع ذهبي وكريسبي واحلى بكتير من لما تقليها كده، احلى بكتير وخفيفه. وكده بقى تعالوا شوفوا كده لون الكفته وجمالها وطعمتها. الكفته دي عجبت كل الناس، الاكل كله بصفه عامه عجب كل الناس. اي وصفه عايزينها بالتفصيل اكتبوا لي اسفل الفيديو كومنت، وانا هبعت لكم اللينك بتاع كل وصفه منفصله لوحدها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. الفيديو سريع شويه بس مهم جدا لاي حد هيعمل عزومه. ما تنسيش بقى لايك اسفل الفيديو، كومنت اعرف رايك، سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وكمان فولو على البيج على الفيسبوك. اشوفكم على خير، باي باي.